السلام عليكم. صاحبة القصة بتقول أنا محتاجة أتكلم معاكم في موضوع صعب جدا، ومحتاجة تسمعوني للآخر من غير حكم ومن غير هجوم، لأن اللي أنا فيه مش سهل خالص. أنا بنت مخطوبة، وكان في بيني وبين خطيبي معرفة قبل الخطوبة، وكنا قريبين جدا من بعض، ويمكن أكتر من اللازم كمان. ومع الوقت حصلت تجاوزات أنا عمري ما كنت أتخيل إن أنا أوصل لها. في الأول كنت بقول لنفسي إن إحنا خلاص هنكمل مع بعض وهنتجوز، وإن ده مجرد وقت وهيعدي. لكن اللي حصل بعد كده قلب كل حاجة. من فترة بسيطة اكتشفت إن أنا حامل. اللحظة دي كانت أصعب اللحظات اللي عدت عليا في حياتي. حسيت بقى إن أنا مش قادرة أتنفس، أنا مش فاهمة أعمل إيه، ولا أروح لمين ولا أقول لمين. خايفة، متوترة، قلقانة، عندي تأنيب ضمير. كل المشاعر دي جت مرة واحدة. اول حاجه عملتها ان انا كلمت خطيبي، وكنت مستنيه منه ان هو يكون سند وظهر ليا، ويهديني ويطمني ويقول لي ما تخافيش انا معاكي. لكن للاسف اللي حصل كان العكس تماما. هو بقى شايف ان الحل ان الموضوع ده ما يكملش، وان احنا ننهيه باي طريقه وخلاص، عشان محدش يعرف وعشان حياتنا كمان ما تتدمرش. بس انا تايهه، مش عارفه ده صح ولا غلط. مش عارفه اسمع كلامه ولا افكر بطريقتي انا وانفذ اللي في دماغي. مش عارفه اعيش باقي عمري وانا حاسه ان انا اخدت قرار ممكن اندم عليه. وفي نفس الوقت مرعوبه جدا، مرعوبه من اهلي، من ردة فعلهم. لو عرفوا هيعملوا فيا ايه، نظرتهم ليا هتبقى عامله ازاي، والصدمة اللي ممكن يعيشوها بسببي. أنا مش ببرر اللي حصل، أنا عارفة إن أنا غلطت وغلط كبير جدا، بس أنا بني آدمة وخايفة ومحتاجة حد يفهمني مش حد يهاجمني. بفكر في صحتي ونفسيتي ومستقبلي. كل حاجة بقت متلخبطة. بقيت بصحى من النوم مفزوعة وأنام بالعافية، ودماغي مش بتقف من التفكير. هل اسمع كلامه ولا اتمسك برايي ان انا احتفظ بالبيبي وما انزلوش زي ما هو عايز مني، ولا اطلب مساعده من حد من اهلي برغم ان انا خايفه ومرعوبه جدا، ولا ادور على حل لوحدي. كل اختيار قدامي حاسه ان هو صعب، وكل طريق ليه تمن. قولولي لو كنتوا مكاني كنتوا هتعملوا ايه؟ وقولولي برضو هل في حل ممكن يحافظ عليا نفسيا وصحيا قبل اي حاجه؟ انا نفسي حد يساعدني اخرج من اللي انا فيه باقل خسائر ممكن. حبيبتي، تجاوزات ايه اللي انت بتتكلمي عنها؟ تجاوزات ايه ده؟ انت حامل. تجاوزات ايه؟ اللي حصل ده مش تجاوزات خالص، ده زنا والعياذ بالله. الحل الوحيد طبعا واول حاجه ان انت تستغفري ربنا كتير، وتدعي ربنا ان هو يسامحك على اللي انت عملتيه ده. ولازم تقولي لحد قريب منك، سواء عمتك او خالتك او حتى امك، ما تخافيش ان خطيبك ممكن يهرب ويلبسك انت المصيبه. فلازم حد من اهلك يكون عارف الموضوع ده كويس. وتحاولوا بقى ان انتوا تسرعوا في موضوع الجواز، وتتنازلي بقى عن جزء كبير من حقوقك علشان الجوازه تتم قبل الفضيحة ما تتكشف، وأهلك يتكسروا وتتكسري انتي قبليهم. نصيحة لكل بنت: اتقي الله في نفسك قبل ما تتقي الله في أهلك. مستنية أعرف رأيكم في التعليقات، واستنوني إن شاء الله في حلقة جاية في مشكلة جديدة. وسلام عليكم.